خلينا نرجع تاني، فنلاقي مثلا هنا البرايسنج. لو احنا بندور على البرايسنج بندور على سيلز استراتيجيز معينه، ناس عاملين ديسكاونتس مثلا معينه على البرودكت بيجز، فده مهم جدا نعرفها بالترم ده، وده ترم مهم جدا. انا كده بعمل عشان للناس اللي وقعت مني او الناس اللي ممكن تتوه. انا دلوقتي بعمل ايه؟ بكومباين كل اللي احنا خدناه دلوقتي على ابلكيشنز معينه ليها علاقه بالنيش او البرودكت ريسيرش. طيب، فاحنا دلوقتي شفنا البرودكت، شفنا البرايسنج، تعال نشوف السبلاي تشين. السبلاي تشين هنا فكره ان انا بدور على السبلاير، يعني بدور على الفندور، الراجل اللي بيبيع حاجه زي كده. لو انا مثلا عايز اشتريها من اماكن معينه، فاقول له والله ان يو ار ال كلمه سبلاير، وتكون الكلمه فيها ويلس تشارجر. فكده معناها ايه؟ ان انا عايز اقول له هات لي كل الناس اللي الويب سايت بتاعه فيه كلمه سبلاير، ويكون طبعا فيها كلمه وايرلس تشارجر، يبقى هو سبلاير للوايرلس تشارجرز. فده معناه ايه؟ جاب لي مثلا هوتيل سبلايرز، او دي ام جروب، لافينج كيس، جاب لي بقى كل الناس اللي ممكن احتمال تكون سبلايرز ميد ان شاينا، كيوي مش عارف ايه، علي بابا ميد ان شاينا. فجاب لي دلوقتي ليستس بكل الويب سايتس اللي ممكن يكون فيها سبلايرز، اقدر اكونتاكت الناس دي وادور على المنتج بتاعي. طيب، زي ما قلت لكم البي دي اف فايل تايب استخدامها ايه؟ استخدامها عبقري جدا، وده اغلب الحاجات بستخدمها بيها، اللي هي بطلع بيها الاندستري ريبورت. ساعات بتحتاج ان انت مثلا عندك في الشغل او مثلا بتران اي كوميرس ولا حاجه، حد بيقول لك انا عايز اعرف الاندستري دي الريبورتس بتاعتها عامله ازاي، فانت بتحتار. طب اروح استاتيستا مثلا، طب اروح ادفع ريسيرش مثلا واخلي حد يعمله لي، طب اجيب حاجه مدفوعه. هنا بنقف لحظه وبنكتب هذا الكي ووردز المعينه دي علشان تلاقي بيها الكلام اللي انت عايزه. وفي اغلب الاحيان بتلاقيها محلوله، يعني بتلاقي الكلام ده فعلا نتائجه هو ده اللي انت عايزه، مش محتاج تدفع فلوس علشان توصل لمعلومه. فبنعملها ازاي؟ انا عايز اطلع دلوقتي ريبورتس، اندستري ريبورتس للوايرلس تشارجنج، فبقول له فايل تايب بي دي اف، انا عايز الفايل ده يكون بي دي اف، وحط لي دبل كوت عشان يبقى اكزاكت فريز وايرلس تشارجنج ماركت. يبقى انا عايز وايرلس تشارجنج وعايز يكون فيها كلمه ماركت عشان تشرح لي الماركت عامل ازاي. لو عملنا كده هتلاقي مثلا جلوبال فوركاست اوف انرجي يوز، مش عارف الله عليك. لو دخلنا على ده كده عامل ازاي؟ طبعا بدا 2019، ممكن يكون قديم، نقدر نظبط الفلترز بتاعته علشان يبقى نجيب الحاجات الجديده. بس هو عمل اللي انا عايزه. فكره ان هو جاب لي دلوقتي استادي او جاب لي حاجه من او ريبورت من الاندستري علشان افهم الماركت ده ماشي ازاي. خلونا كده يلود ونشوف هو جاب لنا ايه. فهتلاقوا زي ما قلت لكم هو 2019 بس. جلوبال فوركاست انرجي يوز جاب لي استادي اقدر ارجع لها فيها الموديلنج وفيها الريزلت وبوليسي كونسيدريشن والنيكست ستيب والريفرنسز. ده لو واحد تقريبا عمل دراسه بس هو ده بنفس الطريقه نقدر نوصل بيها للماركت. هننزل كمان الاقي مثلا فيكل تشارجنج، لا شكرا، فيوتشر بروفنج اي في تشارجنج سوليوشن وايرلس لطيف. هتلاقي حاجات هنا من 23 ستاندرد وايرلس تشارجنج از ناو ريدي مش عارف ايه. تعال نشوف ده، فهتلاقوا دي ستادي موجوده عشان بتتكلم حاجه زي كده، فلطيف. دي بيبر يعني مش ستادي. وايرلس تشارجنج از ذا فيوتشر از هير. صباح الفل. وريني يا باشا بتتكلم عن ايه. هو عمل داونلود اصلا للفايل. تعالى نفتح الفايل ده، هتلاقوه بالمنظر ده. هو استادي كامله وايرلس تشارجنج، وايرد تشارجنج، مش عارف ايه، كونسيومر ماركت. يعني احنا وصلنا لبيبرز واناليسز انت ممكن تقعد وقت كبير جدا تدور في ويب سايتس عشان توصل لها. انت النهارده وصلت لها بسيرش ترم واحد، وصلنا لها. فدي حاجه لطيفه جدا. وطبعا ابلكيشن عبقري. انا من وجهه نظري لو حد بيعمل اناليسيس لماركت ولا عايز يطلع ريبورت، بدل ما يدور في حاجه بيد، لا يروح يعمل الاكسرسايز ده وهينبسط، اوعدكم يعني. طيب، عندنا كمان نقدر نستخدم السيرش انجن في ان احنا نلاقي السوشيال ميديا، نعرف السوشيال ميديا بتفكر في ايه. فمثلا لو على سبيل المثال لو قلنا مثلا سايت تويتر دوت كوم وقلنا له بيلكن وايرلس تشارجنج بالمنظر ده، وقلنا له لو سمحت دور كده على في جوجل من غير اي حاجه، وريني كده الدنيا دي فيها ايه، فيروح على ويب سايت اسمه تويتر دوت كوم اللي هو اكس طبعا دلوقتي، وبعد كده هيجيب لو في كلمه بيلكن هيجيبها، وبعد كده يدور على وايرلس تشارجنج. فانت كده فاهم الناس بتتكلم في ايه، فممكن تخش بقى تشوف الناس بتتكلم في ايه وردود الناس على الحاجات دي عامله ازاي والكلام ده. فطبعا دي حاجه عبقريه جدا. طبعا قيس على كده، بدل تويتر حط انستجرام، حط فيسبوك، حط اي حاجه، هتلاقي النتائج بتاعتك اتغيرت. فانت كده كمان كانك عملت
listening الكي وورد معينه على سوشيال ميديا، فانت مش محتاج حتى تروح لتول بتاع السوشيال ميديا، لان جوجل ما شاء الله يعني عامل اندكسنج لكل حاجه في الدنيا، فانت مش مضطر تروح لتول عشان تعملها لك. انت بمجرد ما استخدمت شويه كي ووردز وتيتريت بقى وتعدل في الكي ووردز بتاعتك، تقدر توصل للي انت عايزه بالظبط. طيب، حاجه كمان من ضمن التولز اللي الناس بتدفع فيها فعلا الافات الدولارات شهريا، الا وهي البراند منشنز. ان انت عايز تول تعمل لك ليسننج للكي ووردز بتاعت البراند بتاعك، فلطيفه جدا تعملها ازاي. تقول له والله انا بدور على ايه، بدور على ان تكست، حد يكون كاتب الكلمه دي بيلكن وايرلس تشارجر، فتقدر تشوف الناس بتتكلم عن الحته دي ازاي. وطبعا تحط لها كمان ان ويب سايت مثلا سايت دوت حاجه، فيطلع لك والله الناس بتتكلم على ايه. فده ممكن يطلع لك ويب سايت او برودكت بيجز، ممكن يطلع لك سوشيال ميديا، صباح الفل. فانت كده كمان ممكن تستعيد بحته ايه السوشيال ميديا ليسننج والكي وورد ليسننج والبراند منشنز والسوشيال ميديا ترندز وكل الكلام ده. فدي حاجه لطيفه جدا. تمام، انا بس كنت عملت حاجه في المايك علشان كان هيقفل، فرجعت مره تانية. معلش كده الصوت تمام. ايوه ايوه تمام تمام، انا قطعت ورجعت ما قلتش اي حاجه. تمام زي الفل زي الفل. عارف الناس بتخض يا جدعان وانا توت منكم، انا موجود. طيب، الله يخليك. تمام، بص انا مبسوط جدا النهارده انه في ناس بتنتراكت معايا وحاجه زي كده، وحاجه يعني تفرحني الحقيقه. طيب، خلونا ناخد اخر سلايد في حته الكي ووردز والاناليسيس بتاعتها. طيب، هتلاقوا النهارده كمان في حاجه من ضمن الحاجات اللي نقدر نستخدمها في حته الاس سي او والكي وورد ريسيرش. اولا مثلا انت تلاقي الكي وورد جاب اناليسيز، ان انت تكومبير كي وورد بتوين سايتس عن سايت تاني. فتعالى نشوف مثلا ممكن نعمل ايه. ان انت تحط الويب سايت بتاعك، وبعد كده تحط الاكزاكت ماتش، فتقول له وايرلس تشارجر، وبعد كده تقول له ماينس الكومباتيتور بتاعك. فانت كده بتشوف الكي ووردز عندك، وعندك انت بس من غير ما تحط ويب سايت بتاع الكومباتيتور. يعني اقول له ايه، لو الكي وورد دي موجوده عندي، طلع لي كل الحاجات اللي عندي عشان اعرف حجم السيرش عندي او حجم الكي ووردز عندي عامل ازاي. او العكس، ان انت تحط بتاع الكومبيتيتور وتشيل الكي ووردز وتشيل الويب سايت بتاعك فيطلع لك الحاجات بتاعتك. فدي برضو حاجه لطيفه. طيب، من ضمن الحاجات اللطيفه برضو ان انت اكسترنال دوبليكيت كونتنت، ان انت عايز تتاكد ان ما حدش سارق الكونتنت بتاعك. ان انت تعمل ايه، ان انت تقول له انا عايز ان تكست، يعني يكون في الكلام وايرلس تشارجر او كلمه المنتج بتاعك، وتماينس منها الويب سايت بتاعك انت. فكده هو هيعمل ايه، هيروح يدور على جوجل على اي برودكت بيج فيها المنتج ده، وهي اكسكلود الويب سايت بتاعك. فكده معناها ان هو لو انت عامل كي وورد معينه او عامل برودكت بس باسم معين، على سبيل المثال في ناس بتسمي البرودكت مش جينيريك، يعني مثلا انا جايب اسم جينيريك، بس انت لو اسم عندك حاطه مثلا الراقصه العجيبه مش عارف الكلام ده كله، فانت لو حطيت الكلمه دي اللي هو انت الوحيد اللي مستخدمها، وقلت له انا عايز ان تكست الكلمه دي وماينس منها الويب سايت بتاعي، فكده هتشوف مين اللي في السوق سارق البرودكت بيج بتاعتك او سارق الكونتنت بتاع البرودكت بيج بتاعتك. دي برضو تكنيك بنستخدمه في في حته الكي ووردز عشان نتاكد ان الناس واخده حاجاتي ولا لا. طيب، امل بتقول ان الريزلتس تبقى في اللوكيشن بتاعك. انت صح، ده مظبوط، عشان كده بنستخدم في بي ان لو احنا عايزين ريجنز معين بغض النظر عن التارجت ريجن. مظبوط. بص يا ستي، هو برضو الالجوريزم بتاعت جوجل هو بيتعلم من اليوزر بيهيفير. يعني انا النهارده لما بستخدم في بي ان كتير، فهو بيظهر لي ساعات بيظهر لي حاجات من امريكا، حاجات من السعوديه، حاجات من مصر والكلام ده. بس طبعا هو الافضل ان هو او هو اللي بيحصل يعني اكشوال، ان هو بيطلع لي على حسب انا فين. يعني النهارده لو كتبت اسم منتج، فاول حاجه يظهر لي ايه، امازون. امازون هيطلع لي هنا نون، هيطلع لي مش عارف جوميا، الكلام ده كله. وبعد كده يبتدي بقى في الصفحات اللي بعد كده يبتدي يظهر لي الويب سايتس العاديه اللي في الريجن بتاعتي. بس طبعا لو الكي وورد دي مش موجوده ويونيك، فهيطلعها في اي ريجن، لان هو بالنسبه له هو بيعمل اندكسنج لكل الكلمات اللي انت بتدور عليها. فهو موجوده مش موجوده هيطلع نفس الكي وورد بتاعه المنتج بتاعك. ودي حته عايز بس يعني حد كريم مثلا، كريم رضوان، كريم عنده ويب سايت اهو شغال في نيش معين، وانا عارف النيش ده بالمناسبه، فالنيش ده هو ما حدش بيشتغل غيره. فكريم ممكن يعمل اكسرسايز ده، ياخد التكست بتاع من الويب سايت بتاعه، الكونتنت اللي هو عامله، ويحطه في ان تكست ويماينس منه الويب سايت عشان يشوف مين اللي بيشتغل على حاجات زي كده. طيب، ده بالنسبه للاستخدام بتاع الكي ووردز في الشغل بتاعنا. ده اعتقد اكسرسايز بسيط
ومن غير ما نستخدم تولز. للناس اللي كانت بتقول لي طب مش هنلاقي تولز، طب هنشتغل بانهي تولز؟ ببساطه شديده ومن غير اي حزق، بشويه اوبريتورز كده احنا عرفنا ازاي نماستر جوجل، ازاي نشتغل على جوجل بشويه كيوردز معينه باضافات علشان نوصل في الاخر للهدف اللي احنا عايزينه، اذا كان ماركت ريسيرش، نيش ريسيرش، برودكت ريسيرش، ندور على كومبيتيشن، ندور على كل الكلام ده. ودي حاجه في اعتقادي يعني دي اهم تول بالنسبه لنا، تول فري ملهاش نهايه، ملهاش باندويتس، يعني ممكن تستخدمها من هنا لغايه بكره، تطلع منها يعني هديكوا حاجه برضو من ضمن الحاجات اللطيفه، ان انت ممكن بدل ما تبقى ويب سايت، انت ممكن تقول له يا باشا انا عايز فايل تايب، ودي حته انا برضو بس بشتغل بيها، تقول له مثلا سي اس في. فده معناها ايه؟ ان هو يطلع لك كل الاكسل شيتس اللي فيها كلمه بيلكن وايرلس تشارجر. فممكن تبقى برودكت ليست، يعني مثلا هي عشان هي اكزاكت فممكن نشيل الاكزاكت ده عشان هنلاقيها نيتشد قوي. فده مثلا تشينج كولن اوردر، جاب لنا من تابلو حاجه موجوده، شيت موجود من هناك، هتلاقي على ثرو سبوت دوكيومنتيشن، هتلاقي على تابلو، هتلاقوا اكسل شيتس. ممكن تلاقوا بالمناسبه دي حاجه حصلت قبل كده، ان انا دورت على داتابيز معينه، انا لقيت حد عاملها البابليك ان هي بابليك، اي حد يقدر ينزلها، بس هو عاملها جوه الويب سايت بتاعه، محدش يقدر يوصل الا لو جاب لينكات للويب سايت بتاعه. فانا لما دورت بكي وورد ودورت في فايل تايب سي اس في، فطلع لي الداتا بيس بتاعت الراجل. فممكن اجيب كمان ادمب برودكت ليست عند ويب سايت او داتا بيس بتاعت ويب سايت لو هي معموله سي اس في ومرفوعه على السيرفر بتاعه. فده برضو استخدام. فانتوا برضو خيالنا ما يوقفش عند اللي انا قلته، يعني ممكن تحط هنا فايل تايب اي حاجه، يعني مثلا بي تي تي اكس علشان، او بي تي اكس تقريبا، بي تي تي اكس عشان تطلع حاجات البرزنتيشن. فصباح الفل، فانت تقدر تطلع الحاجات اللي معموله برزنتيشن مثلا او شكل، ممكن تطلع الحاجات الوورد اكس مثلا عشان تطلع الحاجات، او اتش تي ام ال عشان تطلع الحاجات اللي باكستنشنز معينه فيها نفس الكي وورد اللي بندور عليه. فطبعا الموضوع مفتوح لخيالك، تعمل فيه اللي انت عايزه علشان تقدر توصل ل اللي انت عايزه. كويس، تعالى نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعتنا علشان نكمل النهارده عايزين نقول ايه.